خلص الشغل اللي عليك وتعالى مكتبي وريهوني. ماشي يا مدير. ها ايه رايك؟ مش عاجبني الطريقه اللي انت عامل الشغل بيها، اعمل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، بس الطريقه دي احسن. انا اللي اقول اني احسن طريقه. اتفضل يلا. مش هعرف اجي يا حبيبتي، مديري معستفني جدا. هو انت جاي تتكلم في التليفون ولا جاي تشتغل؟ ايه المشكله يعني؟ عادي. بطل لما مش كل حاجه ترد عليا وارجع شغلك. رايح فين؟ انا رايح الجيم وانت محتاج تروح الجيم، انت تخنت قوي على فكره. طب مفيش بريك يعني، مفيش جيم، ارجع شغلك. انا بكره مديري ومش طايق الشغل معانا، بفكر اسيب الشغل. والاقساط والمصاريف اللي علينا حبيبي مش هينفع تسيب الشغل. اتزنقت انت، نفسك تسيبني بس في نفس الوقت وراك التزامات. ها؟ لو عايز تنجح وتكبر في شغلك لازم تتعلم ازاي تتعامل مع مديرك، ما تتصدمش مع سايسه واختلف معاه بصياعه. ازاي بقى؟ اعمل الشغلانه بالطريقه اللي هو عايزها، وبعد ما تخلص الشغلانه قول له انت كنت شايف ممكن تعملها ازاي. عادي انك تتكلم مع مديرك وتوضح له ايه المشاكل اللي بتواجهك. ماشي هعمل اللي انت بتقول عليه وهعصر على نفسي ليمونه. اعصر مش مشكله، كده كده مديرك مش دايم، وافتكر اللي هينجحك في شغلك مجهودك وشطارتك في التعامل مع الناس.